اول ما يظهر كده اي فيديو ليه يطلع قدامي اشوفه من اي حتة كده قدامي، معرفش، انا حاسة ان في حاجة منه ليا، يعني انا حاسة ان في حاجة وفي حاجات مش حاجة واحدة. يعني انا حاسة بجد ان هو مهتم جدا. اه فعلا مهتم، بدليل انه راح اتجوز. وبعدين بقى في النكد ده، ويمكن ما كانش عارف يوصل لي، او ما كانش متأكد من مشاعري، او ما كانش حاسس ان انا مشاعري دي ناحيته، او حاسس ان في حد تاني في حياتي غيره فمتضايق. بس انا متأكدة منه يعني اجي اعلق له زي ما يكون مستني تعليقي بالذات عشان يعلق عليه، واحيانا كان يسيب كل الناس ويروح معلق عليا انا. وكذا مرة احس ان انا وانا بتكلم انه منسجم في الكلام وبيرد ومنفعل مع اللي بقوله وبيعلق عليه، لا ومركز معاه كله جدا، مركز مع التفاصيل كمان. واعي جدا، يعني حد واعي جدا وناضج جدا وراقي، يحاول يعبر بشكل صح عن مشاعره. بس انا مش عاجبني اللي بيحصل ده. ولو في حاجة يقول، بس هو هيقول ازاي دلوقتي بعد مراته متجاهل مشاعرها؟ انا مش حاسه انها مهتميه بيه قوي. يعني انا داخله على صفحته الاقي ان هو مش قادر يتحرك وتقريبا كان تعبان. فين جنبها؟ انا مش عارفه. ايوه انتي كنت فين وجوزك تعبان او بيحصل له مشكله؟ بلاقيه كذا مره ظاهر مش في حالاته ومش كويس وحالته تعبانه ومتضايق وفي حاجات كتير مواجعة. الطبيعي ان الشخص لو يعني في حزن في حياته يتجوز يفرح. او لو متجوزها وانت حاببها كان هيبقى حالة غير. ما اعرفش انا يعني، وازاي في 2025 في رجالة ممكن تتجوز هي مش عايزة؟ اسمه ايه ده؟ انا موضوعي كله ان وقت الحساس شكلي وحش جدا. يعني كان شكلي وحش قوي ان انا في موقف وحش، وان انا ممكن اكون شخص يعني شايفاه واتمنى ابقى معاه، واحس فجأة ان انا اتحرمت من دوت، فمش عايزة ابصله واعمل ايه يعني، مع اني كان نفسي ابصله. هو بيتصرف كأن مفيش اي حاجة حصلت. هي في مصيبة حصلت، اوه ريلاكس مفيش اي مشكلة. انتي زي الفل. مم. مم. شكرا. يعني انا قاعدة فجأة لقيت اللي طالع في وسط الكلام وبيقول انا بحبك. بعدين بقى يعني لاقيه الفيديو طالع وهو بيتكلم راح قايل وسط الكلام انه احبك بيحبها whatever يعني. انا مش فاهمه ايه ده. طب بقى ننزل الشارع الاقيه معدي برضو، دي صدفه؟ طب عارف مكاني منين؟ ده انا مش قاعده على المنصات كلها. من بعد ما عرفت انه اتجوز ما بقتش اقعد على النت اصلا.
وبعد وقناة اليوتيوب اتقفلت فمبقتش اخش كتير، وكنت على طول كل الملفات بتاعتي برايفت. انا بشك ان هو بيعمل اكونتات فيك وبيدخل يتابعني منها او يركز معايا ويشوفني منها. ما عاملني فيها ضابط شرطة حضرتك. ابعت لك البطاقة؟ اه يا ريت. يا ريت ايه؟ ايه المشكلة؟ اي حد داخل معجب بيك، انا حاسس ان انا مرصود. هي دي مشكلتي في العلاقات، انا ممكن انجح في كل حاجة ممكن اعملها في حياتي، انما انا باجي عند العلاقات وما بعرفش انجح فيها، لان دي الحاجة اللي متبع طول الوقت معتمد على الطرف التاني. هو موافق، هو عايزك، هو عايز يقرب، هو يهمه اصلا. هو الموضوع كله مجرد تنافس. هل هو مثلا حابب يغيظه بس، ولا حابب يبعدني عنه من منطلق انه خايف عليا من منطلق الرجولة؟ هو يحب قوي يعمل ادوار البطولة دي علشان خاطر ما تنحرفش، علشان ما ترجعلوش تاني وتسيبه يلمسها من منطلق احساسها بالتياه. انا عارفة انت ممكن حد زيك يكون بيدور على الشهامة والبطولة دي. تصدق كانت اسمها ايه؟ كان برضو آه، زينة. شفتي وصلتي بيا لفين، غصب عني جرحت اتنين. شفتي وصلتي بيا لفين، غصب عني جرحت اتنين. وانت عارفة جرحتك ليه، ايوه عارفة جرحتك ليه، بس هي ذنبها ايه، ذنبها ايه؟ يا رب الفيديو ما ياخدش حظ، عشان المرة اللي فاتت لما غنيت لتامر انا مش عارف الفيديو اتحظر.